ومع توقع التشكيل الرسمي اللي غيدخل بها محمد وهبي في مباراة الجمعة القادمة الودية تاع المنتخب الوطني المغربي، فمبدئيا صعيب توقيع التشكيلة بحكم أن المدرب أول مباراة ليه مع المنتخب ولكن غادي نعطي رأي شخصي. حراسة المرمى ياسين بونو بطبيعة الحال بدون منازع، خصوصا في عدم تواجد منى المحمدي. كاين حراس كبار حاليا اللي هما حارس الوداد وحارس الرجاء مهدي بن عبيد والمهدي الحرار. البوست اللي فيه المشكل حاليا هو قلب الدفاع اللي كرأي شخصي كنتوقع ديوب وزيد شادر رياض دفاع انجليزي بامتياز كيلعبوا بجوج في الدوري الانجليزي الممتاز، في انتظار العوده ديال نايف اكد. كظهيرين بطبيعه الحال غيتبدلوش، اشرف حكيمي ناصر المزراوي كظهير ايسر. وسط الميدان كما كتعرفوا محمد وبي كيلعب بجوج تاع لي لاكس، يعني كيلعب بجوج ديال الستوات، وبطبيعه الحال غادي يكونوا نائل العناوي ربيع حريمه هادي ما حيداش الطبيب. قدامهم كاين اللي تيقول اناحي، ولكن كراي شخصي كنقول ما يمكنش المدرب غيلعب بجوج ديال اللاعبين ديال الارتكاز وغادي يلعب قدامهم بويت. كاع الاراء كتحترم. انا كنتوقع غيدخل 10، اما السيباري اما الخنوس اما دياز، ويلعب شي واحد اخر في كجناح ايمن. وفي الهجوم ما غيبدلش بحكم ما يمكنش، يعني غادي يبدل التشكيله كامله، وكاس العالم ما بقى ليه والو، خصو يخلي ديك التوليفه اللي يخليها الركراكي. نتوقع ايوب الكعبي، ابراهيم دياز وعبد الصمد الزلزولي.